يلا بينا بقى نعمل القلقاس اللي احنا خزناه من السنه اللي فاتت عشان تشوفوا النتيجه برضو قدامكم. تحفه، طعمه حلو جدا، مفيش اي تغيير في الطعم والقوام، حلو قوي. وعملنا معاه رز بشعريه ومخلل اللف. لو عايزه تعرفي الطريقه كملي بقى الفيديو. بقى معايا شوربه بتغلي، وادي القلقاس بتاع السنه اللي فاتت زي ما قلت لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. هننزل بيه مجمد زي ما هو كده بالظبط. هسيبه كده ياخد غلوتين وبعدين هنزل عليه بالسلق. هحط بقى اللحمه، خدت غلوتين هنزل باللحمه اللي عندي. لو عايزه تعملها على فراخ مفيش مشكله. وهنزل بالسلق وهو متجمد كده، ما تستنيش عليه فوق. وخلاص هبتدي بقى اعمل له الطشه. ثوم مفروم وسمنه، وبقى لما ياخد اللون كده احط له كزبره ناشفه. هنزل بالكزبره، هنزل بقى بطشه الثوم على القلقاس بس كده زي القمر. هنعمل هنا الرز معايا زيت على حته سمنه. هنزل بالشعريه، هفضل اقلب فيها لحد ما لونها يبقى ذهبي. الشعريه اتحمرت معايا، هنزل بالرز واديله تشويحتين. هحط الملح واشوحه تشويحه حلوه كده علشان يتشمع من الزيت او الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها. هنزل بكوبايه شوربه واكمل الباقي ميه. ده المعيار المظبوط. اول ما هيتشرب هوطي عليه واسيبه تلت ساعه بالظبط هيكون استوى. وخلاص خلصنا القلقاس الجميل القمر. بصوا تحفه تحفه. جربي الطريقه ان شاء الله في العمايل والتخزين. ده تخزين من السنه اللي فاتت. بصوا عامل ازاي، حلو قوي 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 قوي، وبيستوي بسرعه ما بياخدش سوا. لو عجبتك الطريقه لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.